لو جربتي بقى تعملي وراك الفراخ بالطريقة دي مستحيل تغيريها، بجد تحفة حلوة جدا جدا. وكمان كل واحد هياخد الورك بتاعه كده ومش هتحتاجي تعملي اكل تاني، هي اكلة واحدة. سمي بالله وصلي على الرسول وتعالوا نشوف طريقتنا على طول. في الاول كده معايا بصلايه مبشوره، حطيت لها فلفل اسود وملح ورشه صغيره من جوز الطيب. هندعكهم كده بالشكل ده كده مع بعض كويس قوي. وبعد كده هنجيب بقى الوراك بتاعتنا، نكون بقى مسلتينها كده من جوه الجلد، يعني نفصل الجلد عن اللحم بس بالراحه كده وما تقطعيهاش. وتبليها بقى حلوه قوي بالبصله كده والفلفل الاسود والملح، وسيبيها نص ساعه كده ولا حاجه. اهم حاجه كده تدخلي البصل جوه عشان تطعم يبقى طعمها حلو. يا ريت بقى كلنا نعمل لايك ونعلق حتى لو بتم علشان يوصل لنا كل جديد. هنركن بقى الفراخ على جنب ونعمل على طول الخطوه التانية. هنجيب بصلايه، قطعيها بقى كده، قطعيها مكعبات، قطعيها، المهم ان تكون رفيعه جدا بالشكل ده كده. هنقطعها رفيع قوي. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هنرفعها على النار ونحط معلقتين كده من الزيت، ونبتدي ان احنا نشوح البصلايه لحد ما تاخد اللون ده، لازم تاخد لون ذهبي خفيف. بعد كده هغسل كوبايتين من الرز البلدي المصري وهنزل بيهم كده عليه واشوح الرز لحد ما ينشف معايا. لو عندك بقى كبد وقوانص ممكن تحطيها على البصل قبل الرز وتشوحيها كده شويه، وبعد كده تنزلي بالرز. بعد كده هبهر بملح وفلفل اسود والسبع بهارات ورشه صغيره من القرفه، ونقلب كده لحد ما الرز معانا ينشف. بعد كده هنزل عليه بعقد الميه بتاعه، يا دوبك انا غطيت الرز كده. هغطي الرز بس مش عايزه احط ميه زياده، انا عايزاه 3/4 تسويه بالشكل ده كده. هنسيب الرز يبرد. اهم خطوه ان انت لازم الرز بتاعك يبقى بارد جدا عشان تحشي بيه الوراك، لانك لو حشيتي الوراك بيه وهو سخن الوراك دي كلها هتفرقع منك، مش هتبقى طالعه كده الجلد ماسك نفسه سليم. يعني ممكن حته صغيره كده تفرقع منه، لكن ما يبقاش كله مفرقع. فاهماني؟ هنبتدي ان احنا بقى نحطه بالشكل ده كده. نحشي الورك حلو، ما تحشيهوش قوي برضو عشان ما يفرقعش. سيبيله كده شويه تهويه بالشكل ده كده. واهم حاجه ان انت لما تجيبي الوراك تقولي له انا هحشيها، هعملها حمام كداب، ما تخليها ليش، خليها بالعظم بس انا عايزه الجلد بتاعها يكون كبير زي ما انت شفتي شكله كده. هحط بقى ورقتين من اللوري وبصلايه، وهحط ميه وفصين حبهان، وهحط حوالي كوبايتين من الميه ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وهغطيها واحطها على صاجة الفرن. هسيبها لمده ساعه، بس طبعا ببص عليها